ما تسترخصش، البند ده ما ينفعش فيه استرخاص خالص. السلام عليكم. اللي اوله شرط. طيب في السباكه تاسيس هنعمل ايه؟ لازم تجيب السباك ويكون فاهم ويكون عارف الشغل الجديد. ما تسترخصش، البند ده ما ينفعش فيه استرخاص خالص. لازم تجيب الخامات وتعرف هو بيشتغل بيها ولا لا. ولو قال لك هات له نوع خامات معين خليك معاه، لان هي بنسبه كبيره ما بيقولكش ان انا دي اللي انا بعرف اشتغل بيها. فخلينا متفقين ان هو اللي هيحدد الخامه اللي انت تشتري بيها، بس لازم تكون خامه معتمده. لازم تبقى مرتب من الاول خالص انت هتفرش الحمام بتاعك ازاي. هنا قاعده، هنا حوض، هنا الشاور، تمام، هعمل بانيو. لازم الحاجات دي تبقى عارفها. والتركايه بقى ان انت كمان لازم تبقى عارف انت هتشطب بايه. يعني مثلا لازم تقول له انا عايز هنا قاعده دفن، عايز هنا خلاط دفن، هركب هنا يونت، هعمل هنا كابينه شاور، لان الحاجات دي بتفرق جدا في السباكه. ونصيحه من اخوك، اشتغل الحاجات دي بعد ما تكون عملت المحاره بتاعت الحمامات لو انت هتركب سيراميك كبير. هقول لك ليه. لان انا لما هاجي اركب السباكه ماشي، ادي المحاره، طبقه المحاره ايه، شايف قد ايه، وبعد كده الطوب جوه. فاول المفروض السباك بيجي مركب المواسير دافنها جوه، وبعدين اعمل انا طبقه المحاره دي، وبعدين اركب السيراميك. بعدين الاقي بقى دول يا عيني مغطسانين جوه، ونقعد نحط جلب وبتاع، والجلب دي بتبقى اخطر حاجه في السباكه. وبرده نفس القصه في الخلاطات، خلاط الدفن برده نفس القصه. تمام، الخلاط يبقى داخل جوه عند الطوب اللي جوه ده، مش معمول على الوش اللي بره ده اللي هو لسه هيركب عليه السيراميك، ونمحر عليه ونركب سيراميك ويروح هو جوه خالص، ونقعد نقول بقى معلش يا جروي هات لنا تطويله، والتطويله مش عارف بكام. ولازم تتفق معاه ان هو اللي يسلم الشركه، وما يركبش الصرف. قول له انا مش هركب الصرف غير لما اعزل. ولو هو ملوش في العزل شوف حد متخصص في العزل. وكلامي واضح اظن ان هو كده لازم يبقى فيه عزل. بعد ما نازل يركب الصرف بتاعه ويقطب عليه بالمونه. ولازم نتفق معاه على صرف التكييفات، وده معناه ان انا ابقى عارف مكان التكييفات. وبعد كده بساله مصنعيتك كام، عشان اللي اوله شرط اخره نور. السلام عليكم.